أهلا بيكم. النهاردة معانا موضوع بيهم ناس كتير قوي وهي بتجهز بيتها. إزاي نختار مطبخ ألوميتال كويس؟ أهلا بيكي. في تحليل كده وصل لنا بيقارن بين نوعين مشهورين: المطبخ اللي بيتفصل مخصوص اللي هو العمولة، والمطبخ الجاهز أو السوقي. يا ترى الفرق بينهم بس في السعر ولا في حاجات تانية؟ بالظبط، هي دي النقطة. الموضوع مش بس فلوس، القصة أعمق. يعني في القيمة اللي بناخدها قصاد اللي بندفعها. التحليل ده بيوضح تفاصيل مهمة قوي عن الخامات والجودة، تمام. وكمان بيكشف عن حاجات ممكن تكون مخفية كده في الاختيارات اللي شكلها أرخص. خلينا نشوف إيه الفروقات دي بالظبط. تمام، خلينا نفصص الموضوع ده سوا. المصادر اللي معانا بتقول إن الفروقات دي جوهرية. نبدأ بأهم حاجة: الخامات. مم. المطابخ العمولة اللي بتتفصل دي غالباً بيستخدموا فيها ألوميتال محمل، يعني سميك وتقيل. والفايبر جلاس كمان بيكون نوعه أحسن، يعني بيقولوا إنه ضد المية والحرارة وأوقات ضد الكسر كمان. صحيح. ده غير بقى المفصلات زي السوفت كلوز الاستانلس دي والمقابض الاستانلس، ورجول المطبخ نفسها بتكون قوية زي البلاستيك المقوى اللي بيستحمل. هنا بقى يعني المقارنة بتوضح الفرق قوي مع النوع السوقي. المصادر دي بتقول على اكتشاف ممكن نقول صادم شوية. خير؟ الأرفف الداخلية لقوا إنها معمولة من البلاستيك. إيه؟ بلاستيك مش ألوميتال؟ لا، بلاستيك. والهيكل الألمنيوم نفسه، الشاسيه، بيكون خفيف جدا. والفايبر بقى ده بيتوصف كأنه يعني زي الكرتون كده، بيتجرح ويبوظ بسهولة. يا خبر. والمقابض غالبا بلاستيك زي شكل الدولفين المشهور ده. والمفصلات صغيرة اللي هي قطر 26 دي. والأرجل يا إما عجل بلاستيك أي كلام، أو حتة معدن ممكن تصدي بسرعة. لحظة واحدة بس، أرفف بلاستيك جوه مطبخ ألوميتال؟ يعني دي ممكن تتقوس مع أي وزن يتحط عليها؟ أكيد طبعا. والمصدر كمان بيقول إن لو الشاسيه خفيف المسمار ممكن يفوت وما يربطش كويس. يعني إيه يفوت؟ يعني يلف على الفاضي. المسمار مش لاقي حاجة يمسك فيها جوه الألمنيوم من كتر ما هو ضعيف. يا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف المصادر بتأكد النقطة دي جدا، وبتقول إن تقريبا كل حاجة في المطبخ السوقي ممكن تتغير بعدين لو باظت. يعني الفايبر، المفصلات، المقابض، حتى الأرفف البلاستيك دي. تمام. إلا حاجة واحدة: شاسيه الألمنيوم نفسه، الهيكل. لو الأساس ده ضعيف وخفيف، المصادر بتعتبر إن المطبخ ده يعني يعتبر انتهى، زي ما بيقولوا خردة. يعني هو ده الأساس؟ هو ده الأساس فعلا، عمود المطبخ الفقري. دي نقطة خطيرة جدا. معنى كده إن التوفير اللي بنشوفه في الأول ده ممكن يكلفنا كتير قوي بعدين. المصادر ذكرت فروقات أسعار عاملة إزاي؟ في إشارة لفرق كبير فعلا. يعني ممكن وحدة 120 سنتي في السوق تعملها حوالي 3000 جنيه. 3000؟ أيوه. بينما نفس الوحدة دي لو عمولة بخامات كويسة ممكن توصل ل 7000 أو حتى 9000 جنيه. يا نهار أبيض، أكتر من الضعف. فرق ضخم طبعا. وده يخلي أي حد يفكر أكيد السعر الأقل ده مغري جدا. هو مغري مفيش كلام، لكن المصادر بتحذر، بتقول إن ده يعتبر توفير ظاهري بس، مش حقيقي على المدى الطويل. يعني إيه توفير ظاهري؟ يعني لو بصينا للموضوع بشكل عام، هل الأفضل أدفع 3000 جنيه في حاجة هتبدأ مشاكلها تظهر بعد كام شهر وهتحتاج تغيير وصيانة وتصليح، ولا أدفع 7000 أو أكتر في حاجة معمولة عشان تعيش سنين طويلة؟ المصادر بتشوف إن الاختيار الأرخص ده بيتحول هو نفسه للأغلى. بسبب التكاليف اللي بتيجي بعدين؟ بالظبط، تكاليف الإصلاح والاستبدال. ده غير بقى الإزعاج والتعب النفسي من مطبخ بايظ ومش عملي. مشاكل زي الأدراج اللي بتعلق، والمفصلات اللي بتصدي وتزيق، ومشاكل الرطوبة والمية خصوصا تحت الحوض بسبب ضعف المواد. كده الصورة وضحت جدا. يعني الخلاصة اللي ممكن أي حد بيسمعنا ياخدها من التحليل ده إن أهم حاجة الواحد يركز عليها وهو بيختار هي جودة ومتانة هيكل الألمنيوم نفسه. فعلا. لأن ده الجزء اللي صعب قوي أو يمكن مستحيل يتغير أو يتصلح كويس لو كان ضعيف من البداية. أي حاجة تانية بقى تعتبر تفاصيل ممكن تتعالج بعدين، بس الأساس هو الشاسيه. 100%. النصيحة الأساسية اللي بتتقدم هي الاستثمار في خامات جودتها عالية، وبالأخص هيكل الألومنيوم. المصادر حتى بتدي أمثلة لمواصفات كويسة، زي إيه؟ زي إن قائم الألومنيوم سمكه يكون 2 ملي مثلا، ووزن العود الألومنيوم نفسه يكون تقيل، يعني حوالي كيلو 900 جرام. ده دليل إنه كثيف وقوي. لازم الواحد يعتبر المطبخ ده استثمار طويل الأمد في بيته وراحته. وده بيوصلنا لنقطة أخيرة كده الواحد ممكن يفكر فيها:
المصادر لمحت إن المصنعين أحياناً عشان يقللوا السعر النهائي مع غلاء الخامات ممكن يقللوا جودة الأجزاء اللي جوه اللي مش باينة قوي للعين. صحيح، زي المفصلات والأرفف زي ما قلنا. بالظبط. ده يخلي الواحد يتسائل بقى، يا ترى في منتجات تانية بنشتريها لبيوتنا ممكن تكون بتحصل فيها نفس التنازلات الخفية دي؟ وإزاي نقدر نفرق بين التوفير الحقيقي والجودة اللي بنضحي بيها بحاجات أساسية على المدى الطويل؟ نقطة تستحق التفكير فعلاً.